صاحبي، ازاي تاخد الوان المشهد بتاعتك العادية المملة وتحولها لنفس فيلمي المفضل ذا ماتريكس؟ بس الحقيقة في مشكلة صغيرة قد كده او كبيرة قد كده، ان اللقطة بتاعتنا بعيدة كل البعد عن الفيلم نفسه. وعشان نقرب لنفس اللوك بتاعنا محتاجين نفهم كام حاجة. اولا لازم تعرف حاجة اسمها الكالر سيبريشن، اللي احنا فيها بنعزل الخلفية عن الممثل او السبجكت. تاني حاجة وهي الكالر ثيوري، اللي هي نظرية الالوان. بتكون النظرية زي هنا مونوكروماتيك، ولو فهمنا الحاجتين دول هنقدر نلون الفيديو بتاعنا بسهولة. معايا انت ولا نمت مني؟ تعال اشرح لك اكتر. زي ما انتم شايفين دلوقتي عندنا اللقطة بتاعت الفيلم وعندنا اللقطة اللي احنا هنشتغل عليها. تعالوا نشوف بسرعة كده. خلونا نرجع نعمل الاتنين color space transform اللي احنا متعودين عليهم. نعملها من السوني الجامت اسلوج، نروح على دافينشي وايت جامت، دافينشي انترميديت عشان ناخد اكتر فلكسبيليتي ومرونة في موضوع التلوين بتاعنا. اوكي، ومن هنا نحول بس ونخليها الريك 709. ده البيز ستارت بتاعنا. هل انتم مدركين اللقطة دي هنخليها شبه اللقطة دي ازاي؟ هنشوف ازاي. اللقطة دي انا اخترتها لانها من اصعب اللقطات ومن احسنهم ان احنا نفهم عليها. ليه من اصعب اللقطات؟ زي ما قلت لكم، لو احنا هنا جينا حولناها ان احنا نجيبها زي كأنهم زي ما صوروها في الاول. اوكي، خلينا مثلا نخليها ابيض اكتر. عندنا خلفية بيضة عادي جدا، مفيش اي حاجة مشتتة، مفيش الوان كتيرة. هي شبه الكولر ثيوري اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فكرة ان هم عندهم اسود مايل للجراي وابيض. مفيش اي الوان تانية في الصورة، في الفيديو بالكامل مفيش اي الوان تانية. لكن احنا هنا عندنا جراي، اسود، سكين تونز، عندنا الاحمر، عندنا الابيض، عندنا هنا شويه الوان. لو انتوا شايفين هنا في السكوبس بصوا قد ايه الالوان هنا معمولها ستريتش، وبصوا هنا يعتبر 1% من الالوان كلها موجوده. فبالتالي احنا محتاجين نعمل كام حاجه، ودي اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي قلنا عليها الكالر سيبريشن. اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نكون بنعزل الخلفيه نفسها. وطبعا الفيرجن ده هتلاقيه موجود بس في الاستوديو فيرجن، مش النسخه المجانيه من دافينشي ريزولف. اوكي، فخلونا كده نعلم كل حاجه تمام. خلونا نعلم على الشخص نفسه. اوكي، احنا عايزين نعزله عن الخلفيه علشان نقدر نلون الخلفيه براحتنا ونلونه هو براحتنا برضو. اوكي، نعمل تراك ونستنى لما يخلص. وانتوا عاملين ايه يا جماعه؟ هو حرفيا اللي لسه بيستخدموا ادوبي دول يعني ازاي عايشين؟ قرب يخلص، يلا بينا. طيب بعد ما خلص، اولا دي احنا عايزين نسميها الباك جراوند. اوكي، لان احنا هنا اي حاجه هنكون بنعملها سوري، احنا هنا المفروض نعمل انفيرت علشان نخلي السلكشن على الباك جراوند. اوكي، فهنا اي حاجه هنكون بنشتغلها هتأفكت بس الباك جراوند. في الحاله دي تعالوا كده نروح نرجع دي كل حاجه. تعالوا من هنا ناخد حاجه اسمها جراب ستيل. بالمناسبه الطريقه دي احسن طريقه تقدر تلون بيها صوره جنب صوره بالظبط، عشان تقدر تجيب درجه الالوان كلها تبقى ماتشنج وزي بعض. تعالوا نشوف ازاي. هنيجي من هنا هندوس عليها بس مره واحده، ومن فوق هنا الايمج وايب. بمجرد ما هتدوس عليها كده اوكي، تقدر بسهوله ان انت تشوف الصورتين جنب بعض وتلون عليهم. باجي هنا مثلا دي ما بين الجرين، فباجي هنا مثلا شويه برفع الصورة شوية لأن هنا الصورة فاتحة أكتر مش غامقة. فمثلا كده ونجيبها شوية ناحية الأخضر والسيان. نراعي برضو السكوبس هنا شكلها ازاي. حاسس ان المفروض ان انا اكتر شوية بس الورم كولر، حاجة بسيطة. اوكي مثلا اوكي هنا الاخضر، حاسس ان الاخضر المفروض يكون بيزيد شويه عشان يدي، مش قوي كده، كتير قوي. اوكي زي ما قلت لكم هو ما بين الاخضر والساين يعني. اوكي
الازرق محتاج ان هو برضو يكون بيزيد شويه عشان يديني برضو التون اللي انا محتاجه. اوكي جامد. في الحاله دي اللون زي بعض، بس انا حاسس ان هنا في اللقطه بتاعتي انا هنا ساتوريتد اكتر. طبعا مش مهم العنصر نفسه ده، لسه هنكون بنشتغل عليه لوحده، احنا هنكون هنا بنشتغل على جزء في الصوره. اوكي خلينا نرجع زي ما كانت. ساتوريشن حاسس انها تقل خالص، تقل شويه كتير عشان تبقى على الاقل بتماتش نفس الحاجه. مثلا برضو براعي عيني على السكوب. اوكي زياده حاجه بسيطه يعني كده الى حد ما شويه، لان انا هنا في الصوره انا حاسس شويه ان انا برضو هبدا الوز ديتيل ما بين الكونتراست، فبالتالي هروح ازود شويه كونتراست موجوده. اوكي هنقللها شويه. اوكي حاسس ان احنا المفروض نرفع شويه في الليفت. اوكي بحيث انها تبقى كده بالتحديد. لحد دلوقتي انا شايف ان احنا محققين صوره نفس اللوك بتاعنا ما بين الاخضر والساين، لان هما اللوك بتاعهم شويه غامض، فايا كانت الالوان اللي هتكون ظاهره فيه ابدا مش رياليستيك، هما بيخلقوا تون وجو عام للفيلم. اوكي فاحنا كده يعتبر خلصنا الباك جراوند. هنا احنا المفروض هنكون بنظبط العنصر نفسه اللي هو عندنا في الحاله دي الاكتور، ان احنا نظبط كل حاجه فيه مع مراعاه ان السكين تون هتتبهدل مننا، بس مش مشكله هنصلحها كمان بعدين. ايه كمان بعدين؟ كمان شويه. تعالوا نشوف. احنا محتاجين نكون بنقلل الكونتراست شويه كتير، بس كده كتير قوي. تعالوا مثلا يعني كده ممتاز. طبعا المشكله بتاعتنا هنا، تعالوا كده نشوف السكوبس. طيب المشكله التانية بتاعتنا ان هو لونه وورم قوي واحمر مش زي، فبالتالي انا محتاج اكون بقلل في الاوفست عندي، ان انا اخليه شويه كانه زي الباك جراوند شويه. اوكي يعني ممتاز. اوكي نرفع الجين. اوكي لو انت هتقول لي انا ليه قللت الاوفست الاحمر من هنا وزودت وورم، الورم هنا انا مزوده في منطقه الجين اللي هي المنطقه بتاعه الهايلايت. اوكي فقط، لكن الاوفست انا منزل الصوره كلها بتنكلود الشادوز، الميد تون اللي هو عنده في الحاله دي اللبس الاسود، البيرد، الحاجات دي كلها. اوكي فانا محتاج بس اكون بدي شويه في منطقه الورم شويه كده بس بسيطه. اوكي والجاما حسنا ممكن انزل الجاما بشكل كبير، يعني بحيث مش شكل كبير قوي كده. اوكي يعني خلينا كده. بالمناسبه يا جماعه لما انت بتدوس شيفت وبتحرك الويل بيبقى عندك برسايس اكتر في الكنترول يعني. اوكي فمحتاج ان انا اكون برضو حاطط عيني على السكوب، يعني كده انا شايف ان هو ممتاز اكتر بكتير، بس حاسس ان الاسود مفروض يبقى اكتر، فبالتالي هروح على ال HDR palette. هاجي هنا في الشادوز. اوكي ممكن اكون بقللها مثلا هاف ستوب، يعني مثلا 40 او 50 حاجه كده. لا كده اوفر هتبوظ، يعني كده ممتاز. اوكي مفيش اي حاجه بايظه مني. بص لو انا كنت زودتها اكتر في شويه ديتيلز بدات تروح من عندي، فممكن انزلها. اوكي تنزل اكتر يعني ممكن 45 كويس كده ممتازه. تعالوا كده نبص عليها. ده كده العنصر الاكتور بتاعنا بيفور وافتر. مره تاني بيفور وافتر. اوكي الاتنين معانا بالخلفيه بيفور وافتر. الخطوتين دول ممكن يبانوا ان هم بسيطه جدا، لكن علشان احنا فهمنا صح، ان احنا فهمنا الكالر ثيوري، فهمنا الكالر سيبريشن، في اي حاجه لو احنا فهمنا النظريتين دول هنقدر نلون اي فيديو يجي لنا. اوكي بس خلونا نقفل اللي احنا عملناه ده علشان يطلع بشكل خالي من اي اخطاء. اوكي تعالى بقى
بعد ما خلصنا نعمل الكونتراست بتاعنا الجميل علشان نظبط الصورة كأوفر اول، وبعد كده نعمل السكين تون وجود نايت يا حبيب قلبي. تمام؟ فتعالى كده نشوف الكونتراست اللي هيتطبق هنا هيكون بيتفعل على التو نودز دول اللي احنا اشتغلنا عليهم قبل كده. اوكي، فبالتالي مش عايز اعمله زيادة، لان انا لو عملته زيادة كده انا هكسر الصورة. انا عايزه حاجة بسيطة جدا. اوكي، شبه كده مثلا، وده بيفور وافتر بتاعها. اوكي، خلينا برضو مراعيين كل حاجة، الالوان بتاعتنا زي ما هي. اوكي، كلبس ككل حاجة الدنيا بتاعتنا تمام. اللي احنا بقى محتاجين نكون ان احنا بنشتغله اللي هو السكين تون يا باشا، بتاع الانسان ده نفسه، هذا الممثل. اوكي، حاسس الكونتراست محتاج حتة كده اس كيرف. لا مش عايزين دي. الاديتابل سبلاين، حتة من فوق، حتة من تحت، حتة بسيطة قوي. اوكي، خلينا برضو مراعين السكوبس بتاعتنا. تعالى كده نجيب دي هنا فين، image wipe دي كده، حاسب كده، ايوه شوية. ممكن نقلل دي شوية، في نفس الوقت برضو نقلل الليفت. اوكي، لا خلينا نرفع حتة بسيطة. اوكي جامد. تعال بقى نروح للسكين تون. اوكي، في هذه الحالة بنروح ناخد الكواليفاير. اوكي، وبنعلم عليه هنا. طبعا مش شايفين اي حاجة، ندوس شيفت اتش علشان نقدر نشوف كويس. في الحالة دي احنا نحتاج ان احنا نكون بنكواليفاي كتير، بس عشان نسهل على نفسنا ناخد الباور ويندو. اوكي، ونسلكت بشكل اكبر عليه. اوكي، ونقدر نظبط السكيل بتاعنا زي ما نحب. اوكي كده. اوكي، طبعا هو هنا معمل سيلكشن على حتة كبيرة قوي، احنا عايزين يكون بيسلكت بس على وشه. اوكي اوكي كده ممتاز. خلينا نعمل بس سموزنس حاجة بسيطة. اوكي، بعد ما عملنا السلكشن بتاعنا ممكن بنروح على الكيرفز بتاعتنا. اوكي، نرفع بس شوية الإضاءة اللي موجودة فيه. خلينا نقرب اكتر. اوكي، الايمج وايب بتاعتنا. اوكي، هل نفس الدرجة بتاعتنا؟ خلينا كده نشوف. فده السكين تون بتاعنا بيفور افتر بيفور افتر بيفور وافتر. نتراك للنهاية. اوكي، فتعالى كده نشوفهم واحدة واحدة احنا عملنا ايه في كل لاير او كل نود. اوكي، تعالى نقفل كل حاجة. احنا اول حاجة عملنا الكولر سبيس ترانسفورم، ان احنا حولنا اللوك بتاعنا من الفلات الايمج بروفايل لحد ما خليناه الريك 709 للتلوين. ظبطنا الباك جراوند عشان تبقى ملائمة لنفس اللقطة بتاعتنا. ظبطنا العنصر نفسه. اوكي، عملنا كونتراست زيادة عشان ندي عمق في الصورة. اوكي، حاسس ان احنا هنا ممكن نكون بنقلل شوية الهايلايت اللي جاي من بره. اوكي، بس في الحالة دي هيكون شوية بيأفكت. انا ممكن من هنا ان انا اخد لا خلينا كده نرجع للحتة دي خالص. تعالى نرجع كده. اوكي، ممكن ناخد نود زيادة ناخد فيها الويندوز نفسها اللي طالع من عليها. اوكي، ممكن نقلل كده. اوكي، ونصفتن اللي هيحصل. اللي احنا هنعمله ان احنا هنقلل الهايلايت اللي جاي منها. اوكي، ونتراك علشان احسس ان الهايلايت اللي طالع ده اوفر قوي. اوكي،
فبالنسبه لنا كده يا عزيزي خلينا نقفل دي. فبالنسبه لنا كده بيفور افتر. حاسس ان هي مديه برضو لقطه كويسه، ان مش كل حاجه ضربه في الهايلايت، لا الدنيا ملمومه، الدنيا حلوه. اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان اللي انا بقوله ده بفلوس، الكلام اللي انا بقوله ده بفلوس يا صاحبي. فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعالى نكمل. خلينا نسميها الويندو. اوكي، بعد كده ظبطنا السكين تون. اوكي، قبل وبعد. اوكي، فده اللوك بتاعنا في النهائي قبل بعد. بس يا صاحبي، وبكده نكون خلصنا. متنساش برضو تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا لسه قايل لك صح؟ انت ما بتعملش ليه؟